افلام موسم عيد الاضحى السنه دي تحس انها بترفع شعار شيرين، كل حاجه ناقصه حاجه، مفيش فيلم واحد يفتح النفس ويكمل عيد للاخر. عندك فيلم 7 دوجز، ده مش فيلم اساسا، ده انت داخل لعبه فيديو جيم مليان ضرب ومليان حركه ومليان اكشن وفي مزه اجنبيه، بس كله بقى ضرب ضرب، مفيش شتيمه، مفيش قصه، مفيش اي حاجه اصلا. فيلم اسد فيه قصه بس ضعيفه وكمان متحوره وبتزور التاريخ، غير انك يعني لو قررت تعصر على نفسك ليمونه وتتفرج على الفيلم حركات حمضان تقفلك بقى، اللي هو جو انا عندي مؤامره ويدبدب برجله في الارض والجلابيه الصعيدي وانا نمبر 1. فيلم الكلام على ايه؟ المفروض انه فيلم كوميدي، بس جايب لي بقى كوميديا ليله الدخله اللي معموله من بتاع 50 60 سنه وعمالين نهرس ونعيد ونزيد فيها. الصراحه فيلم إزمة هو الحاجه الوحيده اللي تفتح النفس، بس هو يفتح النفس على النوم من كميه الملل اللي جوه الفيلم ده. لا بالشكل ده بقى يبقى انا الواحد يسيب الافلام دي كلها ويرجع بقى يتفرج على فيلم السلم والحيحان. ما هو ده اكتر حاجه يليق على عيد اللحمه. تقريبا موسم عيد الاضحى اللي هو بتاعت الافلام او بتاعت السينما يعني يعتبر بيخلص ربع يوم العيد، وبنتكلم في مصر الاجازه لحد خامس يوم او اللي هو يعني يوم الاحد، وبعد كده خلاص الموسم بيبتدي يهدى او الناس بتخف رجليها على السينما. فاحنا النهارده هنعرض الايرادات بتاعه الافلام اللي نزلت، وتحديدا بنتكلم عن 4 افلام اساسيين: فيلم اسد، فيلم 7 دوجز، فيلم إزمة، فيلم الكلام على ايه. والايرادات دي لحد رابع يوم العيد، يعني الايرادات دي لسه قابله للزياده. في الايرادات دي احنا بنتكلم داخل السينما المصريه، علشان في افلام زي اسد او زي 7 دوجز الاثنين دول بيتعرضوا في سينمات تانية بره مصر. قبل ما ندخل في الايرادات خلوني اوضح حاجه: الايرادات بتكلم عنها وبقولها مش معنى كده ان انا بتكلم عن جوده الافلام، يعني مش بقول رقم 1 في الايرادات ده معنى كده ان ده الفيلم رقم 1 اللي هو احسن من الباقيين. دي نقطه هنتكلم عنها بعد ما نتكلم على الايرادات. اول فيلم في الايرادات هو فيلم 7 دوجز، عامل حوالي 82 مليون جنيه ونص. طبعا فيلم 7 دوجز هو نزل تقريبا يوم 27/5 او ليله الوقفه يعني، فاحنا بنتكلم ان الايرادات اللي هو عملها دي في حدود 4 أو 5 ايام. وبشكل شخصي انا كنت متوقع بشكل كبير ان فيلم 7 دوجز هيتفوق قوي كده بحكم الدعايه الكبيره اللي معموله له وبحكم حاجات كتيره جدا ونجوم وصرف تركي الشيخ صارف. كان يعني توقعي ان ده اللي هيحصل بشكل كبير، وخليني اقول ان هو فارق كتير قوي عن كل المنافسين اللي موجودين في باقي موسم عيد الاضحى، لان هيجي رقم 2 او في المركز الثاني فيلم اسد، وده اجمالي الايرادات بتاعته حوالي 58 مليون و300 ألف. هنا خليني أوضح إن فيلم أسد ما نزلش مع فيلم 7 دوجز، هو نازل من قبل موسم العيد تقريبا ب10 أيام، بنتكلم تقريبا يوم 19 مايو، فالإيرادات بتاعته دي في حوالي أسبوعين. وفيلم أسد تحديدا في احتمال كبير إن الإيرادات بتاعته ما تزيدش. ليه؟ بسبب القصة اللي حاصلة، ومحمد رمضان قال لك إن إحنا هنرفع الفيلم من السينمات، وفي فعلا سينمات كتيرة جدا بدأ يترفع منها، وفي شركة الإنتاج نفسها قالت لك إحنا غالبا هنرفع الفيلم من السينمات، فالله أعلم يعني آخره هيزيد يوم يومين لحد ما يترفع تماما، وبعد كده خلاص من الايرادات غالبا هتقع. والحركه طبعا بتاعت حمضان دي انا من وجهه نظري يعني هي حركه صايعه جدا، عشان لقى نفسه هيبقى رقم 2 في المنافسه، فقال لك بدل ما يتقال عليا رقم 2 انا اسحب الفيلم واقول ان انا كان المفروض اكون رقم 1، بس هم اللي حاربوني ونفسوني فانا انسحبت بامانه وبشرف. يجي رقم 3 في ترتيب الايرادات هو فيلم الكلام على ايه، وده عمل ايرادات حوالي 42 مليون و300 الف جنيه. طبعا بنتكلم ان فيلم الكلام على ايه نزل برضه مع فيلم اسد تقريبا يوم 19 مايو، فاحنا بنتكلم اجمالي الايرادات بتاعته دي في اسبوعين. وهو على فكره يعتبر مش برضو قريب من فيلم اسد، يعني في فرق بنتكلم في 12 مليون. الفرق بين 7 دوجز واسد اكبر بكتير، لكن برضو يبقى ان فيلم اسد عالي بنسبه كبيره عن فيلم الكلام على ايه. بالنسبه لي فيلم الكلام على ايه كان مفاجاه في الايرادات بتاعه، يعني انا بشكل شخصي واللي فيكم شاف الحلقه اللي عملناها لما اتفرجت على فيلم الكلام على ايه ما حسيتش انه اجمد حاجه، والكوميديا اللي فيه مش الطف حاجه، ولكن هو فاجئني انه جاب الايرادات دي. يعني انا كنت متخيل هو هيجي بعد 7 دوجز واسد، لكن ما تخيلش انه هيعمل الايرادات دي بالذات في عز المنافسه دي. يمكن برضو اللي خدمه قوي ان هو فيلم كوميدي، دي حاجه مش موجوده خالص في موسم عيد الاضحى ده، فيمكن عايز يضحك ويفصل دماغه هو هيخش على طول فيلم الكلام عليه. واعتقد بعد رفع فيلم اسد يمكن فيلم الكلام عليه يبقى هو رقم 2 في الايرادات بعد 7 دوجز، وممكن ده كمان يخلي فرصه اعلى. يجي بقى اخر حد في القايمه هو فيلم إزمة، وده عمل ايرادات حوالي 5 مليون و300 الف، وبرضو الفيلم ده هو نازل مع 7
7 دوجز، يعني بنتكلم في بدايه عيد الاضحى، فالايرادات دي هو عملها في حوالي 4 أو 5 ايام. بشكل شخصي انا ما كنتش متفاجئ من ايراداته، يعني انا من اول ما شفت اعلان الفيلم قلت وسط المنافسه ده هيبقى اقل فيلم ايراداته. ولما كمان اتفرجت على الفيلم عندي مشاكل كتيره جدا قلتها برضو في الحلقه اللي عملتها مراجعه الفيلم ازمه، فيلم ممل والفيلم بطيء، فيعني منافسته صعبه، فكنت متوقع انه يجيب الايرادات القليله. وان كنت برضو ارجع اقول وكده كده السينمات هتقف عند يوم الاحد، يعني الناس هتقل بقى، اللي هيرجع شغله اللي هيرجع دراسته، لكن الناس بترجع تاني اخر الاسبوع بقى، خميس جمعه سبت، يمكن ده برضو يديله مساحه انه يجيب ايرادات اكتر. طبعا الايرادات اللي احنا قلناها النهارده تاني باكد هي لحد رابع يوم العيد، يعني لسه في خامس يوم العيد او اللي هو يوم الاحد الاجازه، وباقي بقى بعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل لحد ما تنزل افلام الصيف اللي هي مثلا زي فيلم ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، فيلم صقر وكناريا اللي هو بتاع محمد امام وشيكو، فيلم احمد العوضي ومي عمر. واكيد يعني الافلام الجديده بتنزل، الافلام القديمه اللي بدات تقل او الناس ما بتدخلش قوي هتترفع، فهنا ايراداته هتقف. ده الترتيب اللي قلناه في الايرادات، لكن ده اكيد مش الترتيب في جوده الافلام. يعني مش معنى كده ان 7 دوجز هو احسن فيلم وفيلم اسد هو رقم 2 وده احلى من فيلم الكلام عليه، لا الكلام ده احنا بنتكلم هنا في ايرادات. لكن بقى ترتيبه الافلام دي هتلاقيها بتختلف من كل شخص للتاني. بشكل شخصي انا لو هرتب الافلام دي ايه اللي احب اتفرج عليه او ممكن اديله فرصه تاني، هقول مثلا فيلم الكلام على ايه هو اول حاجه، على اعتبار ان هما هدفهم واضح، انت داخل تضحكني، في افات كتير خارجه وفي افات كتير مش مضحكه وفي افات كتير متكرره، بس هقول برضو في نسبه ضحك ممكن اتفرج واديله فرصه تانيه. يجي رقم 2 بعده بالنسبه لي فيلم ازمه مثلا. ليه؟ لانه فيلم ازمه برضو انا قلت عنده مشاكل كتير اخراجيه، لكن يبقى ان في فكره في رساله معينه عايز توصلها لي، فممكن اديله فرصه تانيه. يجي بعدهم فيلم 7 دوجز وفيلم اسد، حتى مش قادر اقارن بينهم، لان فيلم 7 دوجز مشكلتي ان مفيش قصه بجد. اعتقد ناس كتيره جدا حتى لو انت بتحب الاكشن، انا عايز اشوف جنب الاكشن ده قصه، هنا مفيش قصه خالص، وخيب توقعاتي لاني كنت متخيل على الاقل هتبقى في قصه، ولو قصه كلاشيه بس في قصه تبهرني، مش لازم ابقى متوقعها، وده ما حصلش. فيلم اسد برضو خيب امالي جدا. اللي فيكم تابعنا انا عملت حلقه عن محمد رمضان وقلت انت غايب 3 سنين وهترجع تاني، اكيد هترجع بحاجه مختلفه. انا حسيت ان هو رجع بنفس الاسلوب، ما عملش التمثيل الجبار اللي انا متخيله بعد غياب 3 سنين، والقصه طبعا فيها خرتقه كتيره جدا في التاريخ وخرتقه كتيره في القصه شخصيا، زائد بقى الحركات العياليه الطفوليه اللي هو عملها، يعني ما اعرفش، يعني فحسيت ان الفيلم خيب اماني زيه زي 7 دوجز. من وجهه نظري موسم عيد الاضحى 2026 هو اضعف موسم في افلام العيد. يعني لو تفتكروا عيد الفطر كان كويس، كان فيه برشامه، ايجي بيست كان يجي منه، يمكن فاميلي بيزنس كان مش الطف حاجه. هتلاقي في موسم عيد الاضحى اللي قبله هتلاقي مثلا كان في فيلم ريستارت، فيلم مشروع اكس، وان كان عندي خلاف مع كل فيلم يكون في حاجه بس كان لطاف يعني يتشافوا. موسم عيد الفطر اللي قبله هتلاقي كان في فيلم سيكو سيكو، ده كان فيلم حلو جدا. عشان كده بقول انه موسم السنه دي بتاع عيد الاضحى هو اضعف موسم افلام عيد. في نقطتين عايز اتكلم عنهم، نقطه عن فيلم 7 دوجز ونقطه عن فيلم اسد. هتكلم عنهم سريعا. الاول عن فيلم 7 دوجز، في ناس بتطلع تدافع عنه وتقول لك طب ما هو الفيلم اكشن، انتوا مالكم ومال القصه. بصوا يا جماعه، المشكله ان فيلم 7 دوجز ده بيتقال عليه انه فيلم مصري، رغم انه من وجهه نظري هو فيلم سعودي، لانه الممثل المصري زي الممثل الاجنبي انت جاي باجرتك، لكن الفيلم ينسب لانتاجه. لو الفيلم ده اتقدم كفيلم سعودي وعامل حجم الاكشن ده انا ما كنتش هتضايق، بالعكس ده انا كنت هسقف لهم. ليه؟ لانه السينما السعوديه لسه بتبدا، يعني لسه ما عندناش الخبره السينمائيه الكبيره، فطبيعي لو انا جاي ابدا متاخر دي حاجه لا تعيبهم، هبقى عايز اصرف كتير واعمل اكشن واعمل ابهار، احط رجلي على الخريطه وبعد كده ابتدي بقى اشوف طب انا عايز اعمل قصه تقيله، عايز اعمل تمثيل، نبتدي نعمل بقى الحاجات الكلاسيكيه. لو اتقال ان الفيلم سعودي كنت هسقف جدا، لكن هو الفيلم اتصنف مصري، ويضايقني ان السينما المصريه اللي من اقدم السينمات في العالم وبنتكلم فوق ال 120 سنه سينما وعندك افلام كتير قيمه، نبقى واصلين ان ده الفيلم بالنسبه لنا، اننا بنعمل فيلم ما فيهوش غير اكشن ودب طخ، ولا فيه قصه ولا فيه تمثيل قوي او جبار ولا في توستايه حلوه ولا في رساله عظيم. يعني ده اكيد لا يليق بتاريخ السينما المصريه. عشان كده ده الفرق ما بين سينما بقالها سنين او فوق ال 100 سنه وسينما لسه بتبدا، وده لا يعيبها، بس هنا التقييم بشكل وهنا التقييم بشكل. تاني نقطه هي عن فيلم اسد، عشان برضو الناس اللي بتطلع تقول لك هو انتوا بتهاجموا ليه محمد رمضان وانتوا ايه مش عاجبكم في فيلم اسد. المشكله الاساسيه في محمد رمضان ان هو محمد رمضان شخصيته. يعني مبدئيا لو انت قريت كممثل السكريبت بتاع فيلم اسد وما ادركتش ان ده فيه مؤامره، يبقى انت عندك مشكله، انت كده ممثل مش واعي، وممثل مش واعي يبقى انت سهل اي حد ياخدك بالفلوس. كنت اعتقد انك قعدت 3 سنين غبت تشتغل بقى على نفسك عشان تبقى واعي اكتر وادراكك اكتر، فترجع بحاجه قيمه تليق بالجمهور. المشكله الثانيه بقى في محمد رمضان هي حركات الطفوله اللي ما بطلهاش من اول ما طلع، وبرضه انا قلت هيغيب 3 سنين وهيرجع متغير، لا اللي هو فعلا وقت المنافسه والجد نعمل نظريه المؤامره، نكذب ونعمل حاجات مش واقعيه وكلام مش منطقي ما يدخلش على طفل، بس للاسف هو عارف ان جمهوره الجمهور اللي
وعيه صفر، فدول اللي هيصدقوه ودول اللي هيعيشوا في نظريه المؤامره. اللي اكد كلامي ده ان اغلب الناس اللي دخلت فيلم اسد في السينمات قال لك ان كان في جمهور كتير بيستهزئوا بالفيلم او بيضحكوا في مشاهد ما ينفعش فيها ضحك. هو ده جمهور محمد رمضان، الجمهور اللي معه عايز يشوف مزه ورقصه وسنجه، يعني ده جمهور محمد رمضان. فده مش بتاع دراما اللي هو حاول انه يقدمه. وكمان بقى فكره ترند الصعايده عشان ننافس ونعمل وانا هعمل عيد للصعايده، يعني كنت اتخيل ان انت 3 سنين غبت انت بتشتغل على نفسك. مشكله محمد رمضان انه مش شغال على نفسه. يعني لو اشتغلت على نفسك، لو قدرت تشوف انا كشخصيه اتطور واكبر وانضج ازاي، ده يمكن يخلي اختياراتك تبقى احسن. وطبيعي هتبتدي بقى تبقى زي باقي النجوم، عندك شويه ثقافه، شويه فكر تختار ايه ما تختارش ايه. يعني عشان انا عارف ان الجمهور اللي بيعبدوا محمد رمضان بيقول لك انتوا بتهاجموا محمد رمضان ومحروقين ومتكادين منه، وكانه مثلا هو سرق دور البطوله مننا. يعني معلش انا اسف، هو الجهل مخليك ما انتش عارف حاجه اسمها نقد. انك لما بتشوف ممثل عنده بذره موهبه بتقول له يا ابني اشتغل على نفسك عشان ننضف كده، ممكن تبقى حاجه كويسه. بس اكيد انت كواحد من جمهور رمضان مش هتبقى فاهم ده، لانه الجهل انت واخده من محمد رمضان اللي انت بتتفرج عليه وبتعبده. انا مش مستغرب ده عليه. دلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه بالنسبه لك في افلام عيد الاضحى الاربعه اللي نزلوا اكتر فيلم عجبك، او ده اللي هتقول ده الفيلم رقم 1 اللي بالنسبه لي ممكن ارجع اتفرج عليه اكتر من مره؟ اكتبوا لنا اراءكم في التعليقات. خلاص استاذنكم بقى، اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فلو معاك وقت وجهد وباقه خد لك لفه، قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك، اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ اغرو.